تزوجت ولد عمي، وكان بين خطبتي وزواجي اللي هي تقريبا شهرين. يعني ما كان أساسا في ملكة بيننا، مكالمات أو اتصالات أو ألو، لا، ملكتي في نفس يوم الزواج. اللي صار أنه تزوجنا. كانت حياتي معه جدا جدا في البداية رسمية، وهو رسمي جدا معايا. يعني لما سافرنا شهر العسل كان مرة مرة الوضع رسمي. رجعنا، حاولت أفك الرسمية لما تكلمت مع صحباتي وصديقاتي وزي كذا، فكانوا يقولون أنت حاولي إنك تمزحين، حاولي إنك تبدأين بكلام زي كذا، تنكتين فتقول كل ما مثلا إذا جيت أمزح قال بلا ثقال الدم. أقول نكتة قال ما تضحك. أشغل شمعة زي كذا، مثلا كان برا سهران مع أخويا وجاء وشغلت له شمعة، يقول صاحية أنت ولا مجنونة، ويدخل وينام يتركني. يعني كان أنواع التحطيم، ما أبدا أبدا ما كان يحمسني إني أسوي له حاجة. طبعا كان أغلب وقته مع واحد من أصحابه. طبعا صديقه هذا اللي أنا عرفته من أهله إنه صديقه الروح بالروح منهم أولى متوسط، وقوية علاقتهم مع بعض إلى أن كبروا. فما كنت أقدر أقول له شيء إنه أنت بس عند صديقك أنت ما أدري إيه. تخيلوا لدرجة إنه أحيانا كان ينام عند صديقه يقفل جواله يومين 3 أيام أنا ما أدري عنه، حي ميت مو ميت، المهم إنه أنا ما أدري عنه. جبت أول بنت، بعدين جبت ثاني بنت، للأسف إنه نفس الوضع. طبعا هنا أنا خلاص مرة زعلت، وسويت كل اللي أقدر عليه. هنا وش سويت؟ بدأت ألجأ لأهله، قلت لعلهم يدخلون يعني دخلت خير بيني وبينه وكذا. فرحت كلمت أبوه، يا عمي كذا وكذا 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 وكذا، يعني ينام أحيانا 3 أيام أنا ما أعرف وين ينام أو كيف ينام، مقفل جواله ما يبلغني. يدخل إذا قلت له أنا اتصلت عليك وأنت مقفل جوالك، تخيلوا يقلب الطاولة علي ويصير زعلان. لا، وزعله كان يستمر 3 شهور 4 شهور على هذا الوضع. اللي صار بديت أنا أتدقص المواضيع. أبوه ما وقف معي للأسف، ولا أحد شفته وقف معي للأسف. قمت أنا أبحث كذا، أنا صرت أشك بخويه هذا خويه، يعني ما وراه حرمة، ما وراه زواج، إنسان صالح ما هو صالح. بعدها بديت أبحث بالموضوع، فاكتشفت أن أسوأ الأخلاق اللي كل واحدة ما تتمناها بزوجها ولا تتمنى أنه زوجها يصاحب إنسان زي كذا موجودة بخويه هذا. أنه من أشياء ممنوعات، من حريم، من نساء، من فتن، يعني كان يمشي في الأرض فسادا. بعد ما عرفت وأخذت المعلومات كاملة ومتأكدة منها، وجهت زوجي تاك تاك تاك، هذا خويك اللي أنت تمشي معه. وما تتخيلون وش يقوم يعصب، يقوم يكسر البيت، انتي وش دخلك تبحثين ورانا، وبعدين هذا كله غلط، انا خويي من اشرف الشرفاء. وتقولوا قام يمدح في خويه، وتقولوا انا كل ما اقول شيء وعندي اثبات والادله هو يرد عليه بشيء وهو منهار. شلون انا اكتشفت الموضوع؟ جلسنا بعدها تخيلوا قرابة سنتين لا يكلمني ولا أشوفه في البيت، إلا مثلا يجي يومين أو 3 أيام بالبيت ينام، تسكيته واضحة إنه تسكيته لي. بعدها الأيام الباقية كلها عند خوية بشقتهم. 2 سنين يا بنات وأنا متحملة الوضع هذا. رجعت شوية علاقتنا سوا، يعني صار في مرضوا بناتي وزي كذا، اضطر انه يتنازل ويجلس معنا، محتاجنا تنويم، محتاجنا عمليات، احتاجنا. فرجعت شوية العلاقة مع بعض مكالمة، انه كيفك، شخبارك، كيفك، وهكذا. شوي انه تتحسن شوية علاقتنا. بعدها خوية هذا يا بنات، ايش اقول لكم، بالصباح بالليل حتى وهو دوب راجع من عنده، دوب راجع يا بنات يتصل عليه، الو وينك، الو ها وصلت، الو. تقول بشكل مو طبيعي، يعني احيانا لو ما اسمع انا الصوت من وراء الجوال والله العظيم اني اشك انه بنت، مستحيل اقول انه هذا خويه. بعدها خلاص رجعت مشاكلنا ثاني مرة بسبب خويه. هنا أنا مرة يعني دخلت حالة نفسية واكتئاب صدق مرة قوي. طبعا انتشرت هذاك الفترة سورة البقرة، الاستغفار، الصلاة على النبي، تقولوا أنا جالسة أقرأ. بعد ما عرفت وأخذت المعلومات كاملة ومتأكدة منها، وجهت زوجي تاك تاك تاك، هذا خويك اللي أنت تمشي معه. وما تتخيلون وش يقوم يعصب، يقوم يكسر البيت، انتي وش دخلك تبحثين ورانا، وبعدين هذا كله غلط،
أنا خويي، خويي من أشرف الشرفاء، وتقولوا قام يمدح في خويه، وتقولوا أنا كل ما أقول شيء وعندي إثبات والأدلة هو يرد عليه بشيء وهو منهار. شلون أنا اكتشفت الموضوع؟ جلسنا بعدها تخيلوا قرابة سنتين لا يكلمني ولا أشوفه في البيت، إلا مثلا يجي يومين أو 3 أيام بالبيت ينام، تسكيته واضحة إنه تسكيته لي. بعدها الأيام الباقية كلها عند خوية بشقتهم. 2 سنين يا بنات وأنا متحملة الوضع هذا. رجعت شوية علاقتنا سوا، يعني صار في مرضوا بناتي وزي كذا، اضطر انه يتنازل ويجلس معانا لأن احتجنا تنويم، احتجنا عمليات، احتجنا. فرجعت شوية العلاقة مع بعض مكالمة انه كيفك، شو اخبارك، كيفك، وهكذا. شوي شوي انه تتحسن شوية علاقتنا. بعدها خوية هذا يا بنات، ايش اقول لكم، بالصباح بالليل حتى وهو دوب راجع من عنده، دوب راجع يا بنات يتصل علي، الو وينك، الو ها وصلت، الو. تقول بشكل مو طبيعي، يعني احيانا لو ما اسمع انا الصوت من وراء الجوال والله العظيم اني اشك انه بنت، مستحيل اقول انه هذا خويه. بعدها خلاص رجعت مشاكلنا ثاني مرة بسبب خويه. هنا أنا مرة يعني دخلت حالة نفسية واكتئاب صدق مرة قوي. طبعا انتشرت هذاك الفترة سورة البقرة، الاستغفار، الصلاة على النبي، تقول أنا جالسة أقرأ. بعد ما كنت أشوف وأقرأ قصص اللي مثل الاستغفار، التسبيح، صلاة الوتر، البقرة، الصلاة على النبي، احترت يا ربي أنا إيش أختار، إيش أبدأ فيه. أبغى حياتي تتعدل، أبغى ربي يختار لي الأفضل، أبي. فبعد ما جلست أقرأ القصص كذا، اخترت حاجتين أستمر عليها، اللي هي سورة البقرة والدعاء في قيام الليل، زايد الصلاة على النبي عصر الجمعة. هذه اللي أنا اخترتها واستمريت عليها يا بنات قسما بالله سنة كاملة وأنا أصلي يوميا قيام الليل بصلاة سورة البقرة والصلاة على النبي، وعصر الجمعة ما أنسى الدعاء. هذه الأشياء اللي أنا مستمر عليها لمدة سنة. كانت كل ما لها تكثر المشاكل بيني وبين زوجي، إلى درجة إنه يعني مد يده علي. أول ما كان يتجرأ يمد يده علي، فكنت أقول إنه أكيد ما مد يده علي إلا إن شاء الله بإذن واحد أحد إنه قرب الفرج. صار مثلا ناكل يعني بس مثلا قلت اليوم بتطلع أو ما تطلع. تخيلوا يا بنات السفرة ياخذ الصحون كلها يكسرها. ليش تسألين هذا السؤال؟ وأنا مستمرة مع سورة البقرة والصلاة على النبي. كانت تزيد المشاكل أكثر وأكثر. بعد سنة يا بنات، تماما بعد سنة بالضبط، دخل تجارة هو وخويه، وكنت دايم أدعي بصلاتي إن يا رب يباعد بينهم كما باعد بين المشرق والمغرب. هذه دعوتي، اللهم باعد بين زوجي وفلان كما باعدت بين المشرق والمغرب. وأقرأ سورة البقرة والصلاة على النبي. ورب الكعبة إنه بسبب هذه دخلت إنه ربي فرق بينهم وباعدهم بشكل ما تتصورون، وصار يكره كره مو طبيعي. ورجعت حياتي يا بنات أفضل مليون مرة من أول. يعني حتى شهر العسل ما عاملني المعاملة اللي هو جالس يعاملني فيها بعد لجوئي لله سبحانه وتعالى وحسن الظن والدعاء والصلاة على النبي.